السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هناخد حرف الحاء. اول حاجة هنكتب حرف الحاء ازاي. حرف الحاء شرطة مايلة فوق السطر اهي، نص دايرة تحت السطر، شرطة مايلة فوق السطر، ليها بطن تحت السطر، شرطة مايلة فوق السطر، حرف السي تحت السطر. تمام، طيب ماشي. دي بالنسبة لحرف الحاء. طبعا انا عارفة طريقة ابني او بنتي، فبديله رمز ان هو يبقى عارف ازاي ان هو يكتب الحرف صح وخلاص، بأي رمز، المهم يكتبه صح وخلاص. طيب دلوقتي انا عايزة اعرف حرف الحاء يتكتب ازاي. يبقى في أول الكلمة، احنا قلنا حرف الحاء ده بيتكتب في الكلمة الحرف العادي أو في آخر الكلمة. طيب احنا عايزين نعرف حرف الحاء بنكتبه ازاي في أول الكلمة. شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها على السطر، شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها على السطر، شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها على السطر. تمام. وطبعا هو لو عرف يكتب حرف الحاء في أول الكلمة أكيد هيعرف يكتبه في نص الكلمة. هنا هو شرطة هيت، وهنقول شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها على السطر. هو لو عرف يكتبه في أول الكلمة هيعرف في نص الكلمة. طيب تاني، عندنا السطر اهوت هتبقى ايه؟ شرطة مايلة فوق السطر، مادة ايديها على السطر. طيب أنا عايزة أعرف كلمات بقى على حرف الحاء في أول الكلمة وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة. زي ما أجي أقول هنا في أول الكلمة حمامة، حمامة. طيب عايزة حرف كلمة تانية، حوض، 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 حوت، هم، حصان. طيب حد يفكر معايا، ها؟ تاني حرف الحاء في نص الكلمة لما اجي اقول لحم، لحم. طيب حرف الحاء في نص الكلمة تاني، عايزين حاجات اكتر، نحلة، نحلة اهو. طيب نفكر مع بعض كده، محفظة اللي بنحط فيها الفلوس، محفظة، محفظة، محفظة. طيب حرف الحاء تاني اما اجي اقول حد يفكر معايا، اما اجي اقول سلحفة، سلحفة، سلحفاة، سلحفاة. طيب كده احنا خدنا حرف الحاء في اول الكلمة اهو، هو في اول الكلمة اهو، وخدنا حرف الحاء في نص الكلمة. طيب انا عايزة بقى كلمات على حرف الحاء في اخر الكلمة. ها، مين هيفكر معايا؟ زي ما اقول فلاح، فلاح، تفاح، تفاح، مصباح، مسبح، مسبح. يبقى تاني، انا خدت ازاي اعرف اكتب حرف الحاء، ماشي، وخدت حرف الحاء كلمات عليه في اول الكلمة، وخدت كلمات عليه في نص الكلمة، وخدت كلمات عليه في اخر الكلمة. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا.